الاهلي وبيراميدز هيعملوا صفقه تبادليه تغير الكره المصريه. ايه هي بقى؟ بيراميدز هياخد اشرف داري واحمد عبد القادر، اما النادي الاهلي هياخد فيستون مايلي ومحمود صابر واسامه جلال. وخد بالك، معنى ان النادي الاهلي ياخد فيستون مايلي ومحمود صابر واسامه جلال، انا بشوف ان اسامه جلال مدافع عالي جدا جدا جدا، وفيستون مايلي مهاجم معنى الكلمه، مهاجم بيروح بيخلص بالنص فرصه بيجيب جون. فالاهلي كده هيكون دخل الموسم بتاعه باقوى تدعيمات ممكن تتخيلها، وعمل كل اللي هو عايزه وحل المشاكل اللي احنا قلناها الفيديو اللي فات. مشكله المهاجم، مشكله الباك الشمال، دول اهم مشكلتين النادي الاهلي هيخش بيهم الموسم الجاي. لو الصفقه دي حصلت خلال 3 4 ايام بالكتير قوي، الاهلي هيعلن عن الكلام ده وبيراميدز هيعلن عن الكلام ده. بيراميدز هياخد اشرف داري وهياخد احمد عبد القادر. فاحمد عبد القادر لما يروح هناك هتشوفه بشكل مختلف خالص، هيلعب من غير اي ضغوط، من غير اي حاجه، مستريح نفسيا، مفيش جماهير، مفيش وش، هتتفرج على نسخه جامده جدا من احمد عبد القادر.